القرآن عايزين نتخيل كده المشهد، القرآن بيشدنا الأعلى، وجاذبية الشهوات بتشدنا إلى الأرض إلى أسفل. عشان نستفيد الاستفادة المثلى من القرآن ونتلقى القرآن تلقي صحيح، عايزين نخفف الأحمال اللي بتشدنا للأرض، عايزين نقطع السلاسل اللي بتشدنا إذ ثاقلتم إلى الأرض، عايزين نخفف الأحمال اللي بتشدنا إلى الأرض، عايزين نخفف الشهوات اللي بتخلينا نخرج إلى الأرض. لأن في قوتين بيتنازع الإنسان، قوة إلى الأرض وقوة إلى السماء. روحه بتحتاج غذاء من السماء من كلام الله عز وجل، جسده بيحتاج إلى غذاء من الأرض وشهوات الأرض، لازم دايما الاثنين. لذلك يقول الله عز وجل: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يبقى إذن الإنسان إما أنه هو يتلقى الوحي من الله عز وجل فيهذب الروح فيحصل أن هي ترفع الجسد وتنطلق به إلى أعلى، أو أنه هو يبتعد عن القرآن ويخلد إلى الأرض. قبل ما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قال له على الطريقة اللي ترفعه فوق شهوات الدنيا، الطريقة اللي الإنسان يرتفع بها فوق شهوات الدنيا. قال له: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. إذن بدون 7 المثاني والقرآن العظيم جاذبية الشهوات تقيلة جدا، الإنسان هيخلد إلى الأرض. طيب كل ده أنا بقوله ليه؟ عايز دايما نتخيل المشهد، حاجة بتشد الإنسان لأعلى، الروح اللي بيغذي قوة الروح وتخلي الإنسان ينطلق إلى الأعلى القرآن. حاجة بتشد الإنسان لأسفل، سلاسل مربوطة في إيديه ورجليه بتشده، أخلد إلى الأرض الشهوات. عشان تتلقى القرآن تلقي سليم لازم تقلل الشهوات، هو ده الصيام. عشان عشان تتلقى القرآن تلقي صحيح لازم تكسر كتير من السلاسل اللي بتشدك الأرض. هو ده شهر رمضان، شهر التفرغ للعبادة، شهر التقلل من المشاغل. وكأننا في هذا الشهر نحاكي ونشابه اللحظة الأولى لنزول القرآن. اللحظة الأولى لنزول القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما البخاري بيقص علينا في كتاب بدء الوحي، في حديث بدء الوحي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلوة، وكان بيختلي بنفسه في الغار ويجلس الليالي ذوات العدد مع زاد بسيط من الطعام بعيد عن الناس في وقت الليل. في هذه اللحظات نزل القرآن. يبقى احنا عايزين نحاكي ونشابه لحظة نزول القرآن. ربنا قال لنا نزول القرآن قال لنا في مكانين في القرآن. قال لنا رقم 1 في شهر رمضان، في اليوم في الليل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يبقى نزل في ليلة في شهر رمضان. بعضهم قال ده كان أول إما النزول جملة واحدة إلى السماء الدنيا، أو أول لحظة لنزول القرآن كانت ليلة من ليالي رمضان في العشر الأواخر. تخيل. وبعضهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا كان شهر رمضان بيقضيه بعيد في الخلوة بعيد عن الناس. يبقى احنا كأننا في رمضان عايزين نعيد لحظة التلقي، كأن القرآن بينزل غض طريا علينا لأول مرة، لأول لحظة بنتلقى القرآن، بنتخفف من الشهوات، بنبتعد عن الناس، بنروح في اعتكاف بعيد عن المشاكل، بنقطع كل السلاسل اللي ربطنا مع الأرض، نجلس في خلوة تامة لا ننشغل. القلب هنا على استعداد لتلقي القرآن. في هذه اللحظة لما ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة تماما وابتعد عن كل المشاغل، وكان معاه زاد بسيط من الطعام والشراب ولا يفكر في شيء إلا في أنه بيتحنث إلى الله عز وجل، هذه اللحظة قيل له اقرأ، فكان القلب مستعد لتلقي هذه المعاني العظيمة التي غيرت الأرض.